حسيت بايه لما قلت لها انت طالق؟ حسيت ان الزمن وقف عند اللحظه دي، وسالت نفسي ازاي الكلمه دي طلعت من بقي. الغضب كان عميني. كنتش مصدقه وداني لما سمعتها، مع ان اللي طلبتها. بس ساعتها حسيت كأن في سكينة اتضربت في قلبي، وبقيت سامعة صوت قلبي أعلى من صوت أدهم. اللي حصل ده صدمة الطلاق. لازم هيعيشوا مراحلها: الإنكار، الغضب، التفاوض، الاكتئاب والحزن، القبول والتأقلم مع الحدث. يا شيخة روحي كده. اقف هنا وكلمني زي ما بكلمك. انت فاكراها شركة ابوكي؟ لا، احترم نفسك وما تجيبش سيرة ابويا. يبقى عشان كده بقى انت غيران مني. انا اغير منك انت؟ انت باين عليك اتجننتي. انا هبقى مجنونة فعلا لو فضلت براد. انا عايزة اطلق يا ادهم. طلقني يا ادهم، لو راجل وعندك كرامة طلقني يا ادهم. لو راجل؟ طب انت طالق يا ياسمين. طالق. ليه كده يا ولاد؟ ليه تخلوا الشيطان يدخل بينكم؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ قولولي. ايه اللي انا سمعته ده؟ ما تستهدوا بالله كده يا جماعه وتصلوا على النبي. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللايف مش راضي يقفل، مش عارفه. اللايف يا حضرتك من فضلكم يا جماعه اقفلوا تليفوناتكم. ما تقفلوا الزفت ده. اهو فصل شحن اهو. دي لحظة شيطان زي ما نادية قالت. اقعدوا كده واهدوا، ان شاء الله كل حاجة هتبقى كويسة. يا ادهم اهدى يا حبيبي. انتوا اكيد اتحسدتوا. انت بتهديه هو وسايباني انا؟ اهدوا انتوا الاتنين وفهموني ايه اللي جرى. انتوا خارجين زي الفل، ايه اللي حصل؟ يعني عاجبك الفضايح دي؟ والفضايح دي انا عملتها لوحدي مش كده؟ امال مين يعني؟ معلش يا جماعة، انتوا اكيد في عين وحشة اكيد. عين ايه بس يا ماما بس؟ يا ادهم استنى يا ادهم. روح له يا ابني، ما تسيبوش لوحده ابدا. بسرعة فهميني ايه اللي حصل. العصبية اللي انت فيها دي وصلتكوا لكده ازاي؟ ايه اللي جرى؟ ماما انا مش ناقصاكي. يا ادهم اسمعني بس، اسمع بس. يا عاصم لو سمحت سيبني لوحدي. يا حبيبي بتحصل الناس بتتطلق وبيرجعوا تاني في ساعتها. يا عم اسكت انت، ما انتش فاهم حاجه اساسا. طب خدني معاك، انا جاي معاك. اخدك معايا فين؟ احنا رايحين نتفسح. بقول لك سيبني لوحدي. ما ينفعش تبقى لوحدك في ظروف زي دي. هات اسوق انا، هات. تسوق انت ايه؟ بقول لك سيبني لوحدي ارجوك سيبني لوحدي. طب بقول لك ايه، اوعدني ان احنا بكره نقعد ونتكلم. ان شاء الله.